الاسم مهدي حسين ناصر مطر، مواليد 1984، السكن بغداد الحبيبية. دوام وزارة الداخلية، حماية السفارات، بالتحديد سفارة الروسية. قبل 4 سنوات تعرفت على شخص أبو شيلان، أو هو يعني يمنى من ضمن الدوام، تعرفت عليه. فتعرفت عليه قبل يومين، احتاجيت مبلغ مديون، فقعدت يمه، دخلت يمه للشقة، قاعدين أنا وياه. فقلت له على هذا المبلغ، فهو رفض، قال ما عندي. من قال ما عندي صار حكي مشادة كلامية أنا وياه. فيمي كانت سكينة، ضربته بالسكينة، طعنته، وقع. فردت أتخلص من الجريمة. بهالأثناء دخلت زوجته، تفاجأت، ارتبكت هاني هماتين. فهماتين قامت تصرخ، فضربتها، طعنتها هماتين، طعنتها، وقعت. من وقعت خذتهم، نظفت المكان، خذتهم للمكان الحمام، ففتحت البوري مال المي على الدم. بهالأثناء كانت تجي شيلان. من اجت شيلان شافت الوضع، شافتني ارتبكت، فحاولت اهديها، ما هدت، ضربتني بالنفاضة. فمن ضربتني بالنفاضة اني ضربتها برتين على وجهها، فوقعت. يمي كانت مخدة مال مسح، فخليت عليها فقتلت. حاولت اخفي الجريمة، ارتبكت، ماكو شي، يعني شو اسوي، وين اروح، وين هاي. فخفيت هماتين البنية، نظفت المكان، فدورت على الفلوس، جت مبلغ من المال ما اعرف ايش قد، $، ما اعرف، المهم حدود 10,000 دولار فوق او اكثر، ما اعرف، عراقي ودولار. فاخذت الفلوس، اخذت الغراض والموبايلات، اخذتهن، والسكاكين، السكينة اللي طعنت بيها مهاتين اخذتها، حطيتهن بالكيس وطلعت. قلت وين اروح، فطلعت على القناة، شمرت الغراض كلهن مني. بعد ماكو مكان اروح له، قلت خل اروح، يعني فكرت اروح لاربيل، خذت سيارة خاصة لاربيل، وجيت عن طريق بغداد الاربيل. قعدت احد الفنادق باربيل، فكرت ان اسافر. رحت ثاني يوم، رحت دورت على فيزا تركيا او شيء، الافلام ما لقيت اني. رجعت للفندق، القوا القبض علي.